الجزائر قدمت ملف احتضان الكان سنة 2025. ما هو تقييمك على الأقل وما هو تنبؤك، خاصة وأنه اليوم لم تعد كما قلنا في البداية الرياضة مجرد لعبة؟ أكيد هي شوف، هي سؤال وجيه جدا. لو نتكلم يعني حبرا على ورق، أنا من ضمن اللي ما فيش ملف أحسن ملف في الجزائر كما تفضل وقال سيد الوزير، أنه احنا الجزائر نقدر نقول ماهيش إلا منشآت رياضية، فيه بنية تحتية. تكلم سيد الوزير على الطرق، شبكة الطرقات. احنا نظن أنه البلد الوحيد مناصفة مع جنوب افريقيا اللي عندنا اكثر من 5000 تقريبا 5000 كيلومتر لطريق سريع ماهيش طريق معبد. صحيح. نظام صحي قوي جدا الحمد لله. انه كما كنت تفضلت وقلت في حصه من ايام انه عندكم زميل صحفي اللي نتمنوا له الشفاء وندعوا له الشفاء. صحيح. اصيب في الكاميرون بداء الملاريا. احنا في الجزائر الحمد لله يعني قضينا على هذه الامراض هذه، انه عندنا منظومه صحيه قويه جدا والحمد لله انه ما عندناش هذه الامراض. اللي عندنا نعمه الامن، اسلاك امنيه قويه جدا اللي كما تفضلوا وقالوا الاساتذه في العاب البحر المتوسط يعني ما صار ولا حادث طفيف، لانه هذا الشيء في تحكم كبير جدا. اذا في 2025 راح تكون كاس افريقيا جزائري. لكن شينا النداء اللي نوجهه، انا نتمنى ان شاء الله انه تكون العقلانيه، وخاصة انه المسيرين الافريقيين ان يرجحوا العقل والمصلحة، المصلحة تاع القارة الافريقية وخاصة الشبيبة الافريقية. انا نتمنى انه هذه الظروف القوية جدا والممتازة جدا من الطراز العالي انه يكون هذا الاستعراض، لانه هي لعبة كما تفضلت وقلت انه تلعب هنا في الجزائر في هذه المنشآت الجزائرية في هذه الملاعب الجزائرية. هذا راح يزيد يمد قيمة اكثر لهذا الاستعراض، والقيمة تاع كأس افريقيا كي تنجح راح تدخل في منافسة مع القارات الاخرى اللي هي الدوري الاوروبي والدوري الامريكي، لانه احنا عندنا من القوه، عندنا من كما نقول لك من الامكانيات، نتكلم كرويا وخاصه رياضيا اللي نقدروا نخرجوها. لكن مهم جدا انه تكون المنشات، انه شفنا في الكاميرون على سبيل المثال يعني ما كانت الملاعب صحيح يعني صعب جدا انك باش تنظم كاس حتى في ظل وضع بيئي كان صعب جدا. لكن نتمنى انه تكون النزاهه وخاصه تكون العقلانيه عند هذا المسيرين، لانه هي قضيه تصويت في المكتب التنفيذي ماهيش حتى في الجمعيه العامه اللي راح تقام يعني من الشهر القادم، انه تكون هذا ويدرسوا لانك كمسؤول لازم تدرس الملف وتقارن، انك يعني تكون تاخذ يعني كل الملف يعني برمته يعني، وتكون انا نظن هي حبرا على ورق انا نظن ملف الجزائر هو اقوى ملف. نعم. سي العيد زغلامي، هل نقدروا اليوم نقولوا بأنه فعلا الجزائر عادت إلى الواجهة ونحن في حصة في الواجهة، خاصة وأنه مقبلين على دخول منظمة بريكس؟ شفنا خلال سنتي 2021 في نهاية 2021 و2022 شفنا عدة زيارات داخلية وخارجية من زعماء أفارقة عرب وحتى عالميين وأوروبيين. شفنا السلطة الجزائرية أيضا ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول عدة زيارات دبلوماسية خارج الوطن. شفنا تظاهرات كبرى رياضية سياسية ودبلوماسية وحتى اقتصادية. هل اليوم الجزائر عادت إلى الواجهة في مثل هذه التظاهرات؟ حقيقة هناك بوادر إيجابية تؤكد على نحن نحو الاتجاه الصحيح كما تفضل الضيفان الكريمين. هناك استرجاع واستدراك كل ما حدث خلال 20 سنة أو 30 سنة. تيقن الآن الجميع بأننا في أمس الحاجة إلى إعادة ثقة في صفوف أمتنا، ثم الأمانة إلى الشهداء الذين ضحوا من أجل أن تكون الجزائر يعني قائمة. هذا الذي كثير من الناس نسوه. نحن مدانين للثورة التحريرية، لهذا مطالب على كل واحد منا أن يستدرك الأخطاء التي وقعت ونبتعد من المقاربات الضيقة وكل ما هو يسيء إلى سمعة البلد. الذي أريد أن أقوله من هنا هو لا بد قبل ما نبحث على الشرعية الخارجية فلا بد أن نحسن الشرعية الداخلية، لا بد أن نكثف من الثقة بين أفراد المجتمع الجزائري ونضبط حقيقة ونجس على أرض الواقع العدالة الاجتماعية، دولة القانون وحرية التعبير. هذا ما نراه في خطاب أو في توجيهات رئيس الجمهورية منذ مجيئه من ديسمبر 2019 إلى غاية الآن. يعني حقيقة نرى هذا الأساس، هذا هو السلاح الذي لأننا نبحث إلى الآخر. لما تكون حصانة داخلية وتكون قوة والجزائر بقدراتها بمؤهلاتها فتلقائيا. لكن لماذا كل هذا التشويش وهذا التشكيك في الجزائر؟ اولا ما الذي سيستفيده غيرنا ان شككوا او شوشوا في الجزائر في مقوماتها في قدراتها وفي اهدافها؟ الذي اريد ان اوضحه نحن في امس الحاجه للتسويق لصورتنا.
فالجزائر في مس الحاجه لتسويق الجزائر قاريا وعالميا. اكثر من هذا نقولها بكل موضوعيه، نحن ربما يعني عندنا نصيب من الشفافيه، ولكن نفتقد في تقنيات اللوبيين والتفاوض والكواليس. نخشى فقط كما تفضل استاذنا برناوي في قضيه النشاطات الموازيه والعمل في الخفاء، لان كما قال في قضيه التصويت فلابد ان نفهم قواعد اللعبه، لان لا نعتقد ان كلهم عقلاء. انت ايضا متخوف من تضييع فرصه تنظيم الكان خلف 2025؟ لا، انا لا اقول هذا، ولكن اخاف من ان الكواليس تلعب اكثر من العقلانيه والمنطق، وكله يعرف الجزائر بان لديه مؤهلات بامكانه ان ينظم عرس كروي لصالح افريقيا، والجزائر الدوله القليله من الدول القلائل في العالم التي لديها سياسه افريقيه مرنه ومعتدله وتخدم مصلحه القاره الافريقيه. نعم، بعيدا عن البعد الرياضي لمثل هذه التظاهرات، كيف يمكن استغلالها سياحيا ثقافيا وحتى سياسيا؟ حتما تنظيم، ويعني برهنا في الماضي من خلال اللقاءات والنشاطات اللي وقعت، حقيقة تنظيم الشأن في الجزائر هو إعادة الاعتبار إلى الدور الريادي للجزائر في القارة السمراء. وميكال كابرا وش قال في السبعينيات من القرن الماضي؟ الجزائر هي مكة الثوار، فالجزائر هي مكة الأفارقة الذين يناصرون الحق وضد كل إعادة للاستعمار الجديد بأشكاله، سواء ثقافي أو سياسي أو اقتصادي أو مالي. إذا نحن الجزائر ثورتها أو سياستها اتجاه أفريقيا هي القضاء التصفية لتصفية الاستعمار والقضاء على كل وجوه البؤس واللعب التي نراها في كل المناطق الأفريقية والصراعات القائمة. إذا الجزائر بالنسبة لي، وأنا كانت لي فرصة أنني زرت عدة دول أفريقية، فهم يرون الجزائر كالمثال يقتدى به في مجال في مجال العداله، في مجال الحوكمه، في كل المجالات، والجزائر صوتها يسمع في كل بقاع العالم. نعم، 2025 سي برناوي، هياكل جديده، منشآت جديده، ما الذي كان ينقص الجزائر حتى تصل الى هذه المحطه اليوم؟ إرادة سياسية بكل اختصار، إرادة سياسية اللي كانت نقدر نقول لك يعني توقف لكل صغيرة وكبيرة. علاش نقول صغيرة قبل الكبيرة؟ لأنه هنا نتكلم على المستوى العالي، والمستوى العالي هو جزئيات، سيدي ديتاي مهم جدا أنه يعني تابع للجزئيات، يعني باش تشوف منشآت على اعلى مستوى. اللي تشوف تكلمنا على ملعب نيلسون مانديلا، انا حبيت ان نتكلم على نيلسون مانديلا لانه نحب نيلسون مانديلا، وخاصه نحب جنوب افريقيا، انه عندي ذكريات جميله فيها في هذا البلد. اول لقب افريقي اللي كان اهلني الاولمبياد كسبته في جنوب افريقيا في سنه 95، اللي كانت يعني 3 سنوات من بعد يعني تولي الزعيم نيلسون مانديلا رئيس جنوب افريقيا. في مذكرات تاعو اللي كانت تعلق في كتابه قال في الجزائر اللي تعلمت الرجوله، لان هذا رمز من رموز الحريه في العالم برمته، وفي القاره الافريقيه ضحى تضحيات كبيره. نيلسون مانديلا نقول له هنيئا لك في رقدته هذه بهذا الملعب في ارض الشهداء. مهم نعم. جدا في ارض الشهداء في بلد الحريات انه يسمى به اسمه ملعب مثل هذا. في دقيقه سي برناوي، ما هو انعكاس تنظيم الشان القادم على ملف تنظيم كأس إفريقيا؟ راح يوضع كل مسؤولي القارة الإفريقية كي نتكلم كرويا أمام أمر الواقع، لأنه راح يجوا هنا الجزائر حيتنقلوا حيشوفوا الإمكانيات الجبارة الهائلة، وأنا نوزن كلامي، الإمكانيات الجبارة الهائلة في القارة الإفريقية مقارنة بالملفات الأخرى، لأن نتكلم حاليا بالملفات يعني هي حسمت وتوضعت يعني في الطاولة. فيه 3 ملفات أنا نظل لا مقارنة، يعني الإمكانيات الكبيرة اللي تسخر بها الجزائر. نتكلم على المنشآت الرياضية، منشآت من أعلى طراز. الملف يعني المتنافس معنا ما عندوش ملعب اللي هو مغطى، احنا عندنا 4 ملاعب مغطاة، ملاعب جميلة جدا اللي بعد إعادة تهيئتها. أنت بمن تقارننا هنا؟ لا نتكلم يعني بالملفات يعني اللي وضع للاحتضان، فيه يعني البناء مع نيجيريا، وفيه الملف المغرب، وايضا ملف الجزائر. المغاربه عندهم ملاعب؟ ما عندهمش من الملاعب يعني بحجم ولا حتى بكيفيه اللي موجوده هنا في الجزائر، لانه الملاعب نعرفوها، ملعب كازابلانكا اللي هو قديم يعني ماهوش بالملعب المغطى، ولا ما عندهم ولا ملعب مغطى. انا باش انا نعرفها، انا مانيش نتكلم في من بعد يعني في الفضاء الازرق، انا مشيت لكل بلدان هذه، مشيت على نيجيريا ومشيت على البناء ومشيت على المغرب وشفت يعني بأم عيني يعني، ونقدر نقارن ونعرف المنشآت اللي هنا موجودة في الجزائر. ما قبل ما تكونوا عندنا هذه الملاعب ال4
المنشآت اللي هنا في الجزائر أحسن بكثير. إذا الحظوظ وافرة لاحتضان 2025. أنا قلت لك هي الشان هذا أنا بمثابة بالنسبة لي هذا نقدر قد قراءتي الشخصية راح يوضع مسيرين كرة القدم على راسهم الفونتينو وموتسيبي يعني رئيس الكونفدرالية أمام أمر الواقع. هو ملف الجزائر وهي المصلحة تاع الكرة تاع الرياضة الإفريقية. إلا يحبوا المصلحة تاع الكرة الإفريقية والشبيبة الإفريقية ما على القائمين على الكرة الإفريقية إلا أنه يوضعوا يدهم في يد الجزائر وراح يكون استعراض. ورقة ضاغطة أخرى بالنسبة للميل. يكون استعراض بمقاييس عالمية. ولا نحبوا المشاكل والرداء اللي شفناها في الطبعة اللي فاتت ما عليهم إلا تحمل المسؤولية تاعهم. نعم سي زغلامي، ربما أختم معك البرنامج اليوم. أي بعد سياسي بعيد عن البعد الرياضي الذي تكلم عليه الوزيرين السابقين، وراك خليتهم دافعوا بزاف على الرياضه وانت مازال ما دافعتش على امال في الشيء اللي ما تدافع عليه وتحلله، البعد السياسي والاستراتيجي في كل القضايا. اي بعد سياسي واستراتيجي لتسميه مثل ملعب براقي بنيلسون مانديلا؟ حقيقه هو رمز من رموز التحرر في العالم وفي افريقيا بالدرجه الاولى. نظن البعد هو الان الجزائر اعاده الثقه والاعتبار الى صوره الجزائر افريقيا واقليميا ودوليا. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه نعم. الان نرى التكالب على الجزائر ليس لشيء، لان الجزائر في وقت وجيز ديسمبر 2019 الى غايه في غضون عامين تم انجاز امور يعني ما كانش ينتظر الكثير، وبالتالي فالاعداء يتكالبون واقولها من باب الملاحظه. فيعني منذ فتره وجيزه كان دوله المغرب ورئيس الفيدراليه، وانا لست مختص في كره القدم او في الرياضه، رئيس الفيدراليه المغربيه يعني يقوم بكل الامور التي تعرقل، حيث انه يعني قام بتحديد 13